نصور في هذا اللقاء لقاء الحلم لما لا بكأس الموندياليتو، كيف هي نفسيات اللاعبين مروان؟ ونفسية اللاعبين معنويات مرتفعة للاعبين. الحمد لله هذا التتويج في حد ذاته، فباش انك توصل للنهايه ماشي بالامر السهل، تفوز على الفريق المكسيكي والفريق البرازيلي اللي كيعتبروا من اكبر الانديه العالميه. فالان كنواجهوا فريق اللي عريق جدا والاسم ديالو كبير على الساحه العالميه، لكن ان شاء الله بالعزيمه والاراده ديال اللاعبين والشعب المغربي اللي كله مورانا، فكنتمنى ان شاء الله نحققوا التتويج بهذا اللقب هذا ولما لا. فاللاعبين داخلين هذه المباراه للفوز بها، ماشي داخلين باش نشاركوا ان شاء الله، رغم ان الفريق كبير، لكن الحمد لله بالعزيمه والاراده ديال اللاعبين والروح القتاليه اللي لعبوا بها المباريات السابقه غادي تكون عامل بجانب ديالنا ان شاء الله باش نحققوا المبتغيات الشعب المغربي ونهديو هذه الكاس الغاليه هذه. مروان، كلنا نؤمن بأن الماكينة الألمانية واقعية المنتخب العملاق البافاري، لكن نؤمن أيضا بأن الكرة لا تؤمن بالمنطق. هل من سر، كلمة سر منحكم إياه المدرب بنزرتي في هذا اللقاء؟ وبالفعل انا كان اجتماع مع اللاعبين ومع المدرب وحفزهم بتحفيزات كبيره، والروح القتاليه هي اللي غادي تخلينا ان شاء الله باش نفوز بهذه المقابله، رغم ان الفريق الالماني فريق كبير وعنده لاعبين في المستوى الكبير، لكن ان شاء الله العزيمه والروح، لان المغاربه كلهم كينتظروا منا الشيء الكثير، فالحمد لله ما خيبناهمش ان وصلنا للنهايه وهذا انجاز كبير. كنتمنى ان شاء الله تكون هذه سابقه في تاريخ كره القدم العربيه والافريقيه ان فريق يتوج بكاس العالم للانديه اللي غادي تكون غاليه على المغاربه ان شاء الله وعلى العرب. كنتمنى ان شاء الله ربي يوفقنا ونحققوا المبتغى ديال الشعب المغربي ونهديو هذا الانتصار للشعب المغربي وصاحب الجلاله ان شاء الله. وكلنا رجاء حظ موفق للرجاء في هذا النهائي. مروان زمامة كان معنا مباشرة من مدينة